لسه امبارح كنت منزل لكم احسن عربيات سيدان زيرو من اول الصفر لحد ال 3 مليون جنيه. النهارده على طول اليوم اللي بعده هقول لك بقى احسن اس يو في. ما ضيعش وقت، انا رجعنا للحيويه والنشاط، بس الفيديو ده غالبا هيطول عشان احاول اخلصه لكم في فيديو واحد. وكمان الاس يو في الاختيارات اكتر بكتير من السيدان. قول بسم الله ونخش في الموضوع على طول. طبعا تحت النص مليون انت اكيد عارف ان مفيش اي عربيه زيرو، لا سيدان ولا اس يو في. حتى السوزوكي الاسبريسو الكنزايه بقت بتتباع بحوالي 600 650، والله العظيم حاجه. تحت المليون ترتيبي من الاوحش للاحسن هي تشيري تيجو 3، عربيه كويسه بس مشكلتي معاها ان اسمع ان استهلاك البنزين بتاعها عاليه قوي. في بعض الملاك بيقولوا ان في مشاكل، بعض مش كل. تاني عربيه هي جيلي جي اكس برو، عربيه انا بحبها جدا، يمكن ما نجحتش قوي بس انا بصراحه بشوفها عربيه كويس. وفي المركز الاول لو عرفت تجيبها تحت المليون هي تشيري تيجو 4 برو الفئه الاولى والثانيه. تحت المليون ونص كان الاختيار بصراحه بالنسبه لي صعب قوي عشان كان في عربيات كتير عجباني، ولكن بعد تفكير عميق استقريت ان في المركز الثالث الهافال الجوليان برو. يمكن انا متحيز شويه بصراحه العربيه دي عشان قعدت معايا كام يوم وبجد يا جماعه كانت عجباني جدا. وفي المركز الثاني هي اوبل موكا، ما ينفعش اتجاهل ان دي العربيه الاوروبيه الوحيده تقريبا اللي تحت المليون ونص، وعربيه امكانياتها كويسه مش وحشه، يمكن مش الاحسن اكيد بس برضه اوروبيه وتحت المليون ونص. وفي المركز الاول هي جي اي سي امزوم، يمكن انا متحيز بصراحه للبراند ده بس بجد العربيه عجبتني جدا، وحتى في الريفيو كان باين عليها ان هي عجباني قوي. تحت ال 2 مليون بقى بالنسبه لي في المركز الثالث هي الكيا اكسيد. كنت محتار بينها وبين البيجو 2008 بس قلت بدل دي 3 سلندر ودي 4 يبقى اروح للاربعه. بصراحه ما عنديش مشكله مع ال3 سلندر عامه، بس لما تبقى اغلى كمان من الاربعه ليه هروح له يعني. في المركز الثاني السيات اتيكا، انا بجد مش فاهم محدش بيجيب سيره العربيه دي ليه، يمكن عشان مش موجوده كتير مثلا، بس هي بجد يا جدعان اختيار كويس جدا. مشكلتها الوحيده هي ومجموعه في دبليو كلها ان صيانتها وقطع غيارها فعلا غاليين. وفي المركز الاول رينو اوستر، العربيه دي فيها ميزه كويسه جدا، هي بتبدا من مليون و600 وبتوصل لحد الاثنين على حسب الفئه، فانت ايه وفلوسك بقى. عربيه كبيره اوروبيه فيها كل وسائل الامان، خامات كويسه. مشكلتها بصراحه الوحيده الفتيس السي في تي، مش مشكله فيه هو بالتحديد، بس عربيه بقرب ال 2 مليون جنيه وفتيس سي في تي يعني ها. ال 2 مليون ال 2 مليون ونص مش هقدر اتجاهل التوسان والسبورتج. هم غاليين وغاليين قوي كمان، بس ما نقدرش ننكر انهم الانجح. انا لو معايا الفلوس ما اشتريهمش بصراحه، بس طبعا برضه لازم تحطهم في الاختيارات. في المركز الثاني بيجو 3008 الفيس ليفت اللي لسه نازل، في اختلاف كبير هل ده احلى ولا اللي قبله، بس ايا كان العربيه بتقدم باكج كويسه جدا بالذات فئه الالور. وفي المركز الاول العربيه اللي بجد لو كان معايا فلوسها كنت رحت خلصت فيها هي بيجو 408، عايز مساحات اوبشنز اداء كل حاجه موجوده في العربيه دي. واخيرا تحت ال 3 مليون في المركز الثالث في دبليو تيجوان، حطيتها بس بصراحه عشان السمعه، هي عربيه كويسه وجميله وكل حاجه بس سعرها غالي قوي، يعني انا في فلوسها بصراحه اجيب 408 لان هي كمان اغلى منها. في المركز الثاني حبيبتي وحبيبه الشباب وحبيبه كل الناس هي كوبرا فورمنتور، عربيه جميله 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 وبرضه ارخص من تيجوان. وفي المركز الاول هي اودي كيو 3 سبورتس باك. هنا بقى لازم نحط اسم البراند في الاعتبار، عربيه اودي شكلها حلو، اداء مش وحش، فيها كل اللي انت عايزه، فلازم تبقى المركز الاول. وبرضه قطع غيارها غاليه، بس ساعتها بقى ما تطلبش لنفسك، ما انت شاري اودي عايز ايه. نوعيه الفيديوهات دي بجد بتتعبني، بس اتمنى تكونوا استفدتوا، فلو استفدت ما تنساش تعمل فولو او سبسكرايب.